لو انت بتعمل كده مع مراتك يبقى انت اكيد خسران كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في الاحياء الشعبية او الناس البسطاء او يعني بنسبة كتير، مش عارفة حدد كام، بس ناس كتير جدا من الناس اللي ثقافتها على قدها بت بتبقى دي تصرفاتها ودي اسلوبها. ايه هو الاسلوب وايه هي التصرفات؟ انه دايما طول ما هو قاعد في البيت او قاعدين بيتفرجوا على تلفزيون او ايا كان يقول لمراته دي الواحد يدفع عمره كله عشان يعيش معاها ليلة. شايفة جسمها، شايفة شعرها، شايفة شكلها. ومن كتر الكلام ده ما بيتقال وبيحصل، بتبقى الست عندها حتة تبلد في المشاعر، وجوه نفسها كده بتقول يعني في سرها انت مش راجل، وبتبقى قرفانة منه وبتبقى عايزة تقوم تهبده بأي حاجة، لكن بتقول معلش يلا، ده نصيبي وهرضى بيه عشان أربي رب العيلين وخلاص. و يعني الستات البسطاء او الناس اللي ثقافتهم على قدهم، الناس اللي امكانياتهم على قدهم، دايما يقولوا ايه؟ معلش، بيلتمسوا العذر للراجل كتير جدا، كتير جدا بيلتمسوا العذر للراجل. ليه ما نقولش الكلمة الحلوة تسلم ايديكي، او الجلابية دي كويسة، او الاكل ده كويس، ربنا يخليكي ليا، ده انت نعمة من ربنا. كلمة بسيطة، كلمة بسيطة، يعني بشكر مراتي بكلمة بسيطة. ايه العيب في كده؟ ده ربنا حتى يعني الدين بتاعنا بيقول ان انت مفروض عليك تصرف على اهل بيتك وتعتني باهل بيتك، فريضة عليك، وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى بيأجرك خير، بيديك ثواب رغم ان ده فرض عليك. ف فليه انتوا او اغلبيه الرجاله بتتعامل مع ستاتها بالاسلوب ده؟ يا ريت نقول الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه، ما بال دي بتقولها للست بتاعتك اللي صيناك وشايلاك. الظروف اللي احنا عايشينها دي، وعشان الايام تمشي وعشان نحلي اوقاتنا ونحلي ايامنا، لازم نقول الكلمه الطيبه. يعني انا مش قادر دلوقتي اجيب هديه للست بتاعتي، مش قادر اقل حاجه بمبلغ وقدره، مش قادر اجيب حاجه، يبقى من باب اولى تبقى في كلمه حلوه، تبقى في عشره حلوه، تبقى في ست متلهفه ان جوزها يجي البيت عشان تسمع الكلمه الطيبه ويطبطب عليها ويضم عياله لحضنه، وتبقى الحياه جميله. ما تبقاش هو جاي اول ما يجي الست تبقى مش طايقه وجوده في البيت من اسلوبه ومن طريقته، ومش مستحمل عياله، عياله بيلعبوا، عياله بتنططوا، مش مستحمل. ليه؟ إيه اللي هيكلفك كتير لما تبقى انسان حنين، او تبقى انسان محترم، او تبقى انسان عندك رحمة ببيتك واولادك؟ ايه اللي هيحصل؟ نفسنا بجد نبقى احسن وافضل من كده.